طب مشوار وخلاص يا فهيمه، انا لازم اقول لك يعني. طب انا سمعت ان انت كنت عند امك وكنت واخد لها كمان واجب معاك. ايه سمعتي وكمان عارفه خدت ايه؟ في ايه يا فهيمه؟ انت ماشيه ورايا وسيس ولا ايه يا فهيمه؟ لا ده حد شافك وجا قال لي. حد لما اشوف الحد ما تطلعش من الموضوع يا فهيم، كنت واخد لامك معاك. في ايه يا فهيمه؟ امه راحت ازورها اخدت لها معايا 2 كيلو مانجا. نعم 2 كيلو مانجا؟ يعني عمرك ما دخلت علي حتى بمانجايه واحده، اللي راح لامك ب2 كيلو مانجا. طب ايه المشكله يعني يا فهيمه؟ دي امه برضك مهما كان يعني مش ينفع انا اخش عليها من غير ما اخش لها بزياره. وانت تروح ليه اصلا؟ ما طول عمرك انت ما تجيب وتاكل وانت مش هنا. طب ما هو لازم تجيب وتاكل، بس برضك يعني ما يحرم يعني برضه الواحد لازم يخش على امه في اي حاجه. لا دي قاعدة 3 سنين وانت مسافر تجيب وتاكل تجيب وتاكل، وانت مش ما تاكل. ما احنا اما ناكل كل حاجه يا فهيم ما تبقيش كده بقى، خليك يعني رويحه شويه. اما اقول لك ايه يا فهيم، عند امك ما اشوفكش تاني. لا وانا عند امي هروح يا فهيم. اما تقول ايه يا فهيم؟ اللي سمعتيه وانا كلمتي عمر ما تنزل الارض ابدا. فهيم خلاص هتنزل المره دي ومش هروح عندها، بس اعمل حسابك ان المره الجايه يمكن تنزل ابدا. ما شاء. اصل انا راجل في بيتي. احنا مش اتفقنا ان احنا نبيع البيت؟ حصل. اما لما السمسار جايلك مشيته ليه يا فهيم؟ طب يا فهيم هنبيع البيت قبل ما نلاقي حته ارض الاول. طب ايه يا فهيم ما تحكيش في الموضوع كتير، انت اصلا تمشي ليه من غير ما تيجي تاخد رايي؟ يا ابني انا ما مشيتوش يا فهيم، انت نظرناني كده يا فهيم. ما هو السمسار جا قال لي ان انت مشيته، وتمشيه ازاي من غير ما تاخد رايي، من غير ما تيجي تشورني؟ ده سمسار وجيع بان عليه ده ومستهبل. السمسار اللي وجيع برضه ولا انت اللي مش ما تاخد رايي وما تكسر كلامي؟ بقول لك ايه يا فهيم، انا قلت مش هنبيع البيت دلوقتي غير لما نلاقي حته. عم اقول لك ايه يا فهيم، احنا هنبيع البيت يعني هنبيع البيت. وانا قلت مش هبيع البيت دلوقتي غير لما نلاقي حته. فهيم وانا كلمتي ما تنزلش الارض ابدا. فهيم تنزل المره دي، بس اعمل حسابك ان المره الجايه لا يمكن تنزل ابدا. مفيش اصلا مره جايه، الكلام كله انا اقوله وانت تنفذ وبس كده. تمام يا باشا، شويه واحد جري من البيت ده والله العظيم معاه حته مره زي العسل. اي سلام يا حنف، يلا سلام. رايح فين يا فهيم؟ لا راح اقعد القهوه شويه يا فهيم. قهوة ايه يا فهيم اللي تقعد عليها؟ ايه يا فهيم انا قاعد في البيت من الصبح، عايزين في طيب. مفيش قهوة يا فهيم، عندنا بيت نقعد فيه. ده انا قلت اروح القهوه، انا اروح القهوه. سيبك من القهوة واسمعني. استغفر الله العظيم، قول اتفضل ارتاحي. في عريس جاي للبيت، والعريس اللي جاي للبيت ده كويس. لا العريس ده مش كويس يا فهيم. لا كويس يا يا فهيم. فهيم ده عريس مش كويس. ليه يا فهيم؟ ده واد حشاش. بس كويس. اقول لك حشيش تقولي كويس؟ معاه فلوس. طب ما في كتير معاهم فلوس ومش حشاشين. ماليش دعوة، ده كويس ومعاه فلوس. طب ما في مشكله تاني. ايه؟ الواد ده لسانه طويل. طب وايه يعني؟ طب ما انا لساني طويل وانت ما انت لسانك طويل وانا مستحملاه. عندك لسان طويل مستحملاني. يا فهيم طيب الواد ده بتاع بشان. بس معاه فلوس ومعاه عربية. يعني عشان معاه فلوس ومعاه عربيه يبقى خلاص ناخده البيت؟ ايوه يا فهيم. يا فهيم الواد دواتي يعني صايع يا فهيم الواد ده بلطجي. وماله يا اخويا، صحته كويسة ويقدر يحمي بيته. يقطع صحي. يا فهيم اللي هيشتم البيت. طب ولما يشتم البيت، طب ما انت ما تشتمني. انا اقدر اشتم وانت تقدر تعملها، يعني اقطع لك لسانك من لغاليق. ايه؟ تعمل ايه؟ اقطع لك لسانك من لغاليق يا فهيم، مش عاجبك الكلام؟ عجبني يا فهيم، انت أيوة مره كده. بتعمل اللي انت عايزاه. ايوه كده. بس يا فهيم ما ينفعش برضك البنت تتبهدل معاه، ده واد شطران. مفيش، ما ينفعش يا فهيم، انا قلت البنت هتاخد الواد ده يعني هتاخد الواد. وانا قلت البنت مش هتاخده يعني البنت مش هتاخده. يعني انت عندك حل غير ده؟ ايوه عندي حل، والبنت تاخد اي حد غير الواد ده، وانا كلمتي ما تنزلش الارض ابدا. فهيم البنت مش هتاخد غير الواد ده. وانا قلت البنت مش هتاخده يعني مش هتاخده. يا فهيم تنزل المرة دي، بس اعمل حسابك ان المرة الجاية لا يمكن تنزل ابدا. انا قلت لك 100 مرة ان كلمتي بس هي اللي تمشي يا فهيم. تمشي يا معلم، واللي انت عايزاه شوفيه واعمليه.